طيب ايه مشكلة بزيرة من الاخر؟ بزيرة الوكيل بتاعه او الشركة اللي بتسوق له طلبت المستحقات بتاعتها اللي هي النسبة من انتقال اللاعب اللي هي لحد دلوقتي ما اتحولت لهاش. طيب الموضوع ده هيتحل عند مين؟ المفروض عند حسين السيد. الملف عنده والمفروض ان هو اللي هيتولى تحويل الفلوس للشركة. طيب الموضوع ده ليه علاقة بان جون ادوارد مشي؟ طبعا ليه علاقة. ايه هي العلاقة؟ ان هو جون ادوارد بطريقته بعلاقاته باسمه كان بيقدر يهندل الناس دي، وكيل بيزيرا وكل الوكلاء عامة او الاندية اللي ليها مستحقات، ان هو انتوا كده كده هتاخدوا فلوسكم بس اصبروا علينا عشان كذا وكذا وكذا، ويديهم مواعيد معينة بالاتفاق مع الادارة ويظبط الدنيا. طول السنة اللي فاتت كان بيعمل كده. فاول ما مشي جون ادوارد هم قلقوا، وده حقهم، قلقوا ان فلوسنا فين، فطالبوا بشكل رسمي النادي بالفلوس زي ما قلت لك المفروض ان هي هتتحل. طيب هل جون ادوارد ممكن بعد ما مشي من الزمالك يستغل العلاقات دي، وان الناس دي كلها كانت جايه على من الاخر حسه في ان هو ياخد اللعيبه دي سواءها بره او الكلام ده كله؟ وارد، معرفش، ممكن ممكن لا. طب لو عمل كده ده يعتبر حاجه خيانه للزمالك؟ لا. ليه؟ لان هو مشي. ان هو في الاخر جون ادوارد كان المدير الرياضي للزمالك وبيعمل لصالح الزمالك. مشوه في الاخر، مشوه استقال، ما اتفقوش، ايا كان المسمى، في الاخر هو مشي تحول لايجنت تاني عادي. لو هو مش هيشتغل في مكان معين فهيبقى ايجنت تاني عادي، فالايجنت بيعمل لمصلحته ومصلحه اللعيبه اللي معاه، فممكن عادي يشتغل ان هو يبدا ياخد اللعيبه دي ويسواها في اماكن بره لو هي ما بتاخدش فلوسها. وعلى فكره هو لا يلام في الموقف ده، وفي الاخر الراجل بيشتغل لمصلحته. زي ما كون انت عندك شركه جبت واحد فجيب التيم بتاعه بيشتغل معاه، فانت مشيت الراجل، فالراجل بعد ما مشي بيحاول ياخد التيم تاني عشان يشتغلوا معاه في الاماكن التانيه، وهو في الاخر ده شغل الوكلاء عامه يعني. فمش هيعتبر خيانه يعني للزمالك كده، والله اعلم. انا بقول لك ان هو ممكن يعمل كده وممكن لا. طيب حبايبك الحلوين ليه ماسكين في الموضوع تريقه؟ عشان بزيرة طالع من عينيهم. زي ما قلت لك قبل كده، اي لعيب طالع من عينيهم، اي لعيب متألق عندك بيحاول يفخز بيه الارض عادي. زي ما السنه اللي فاتت زيزو خارج من الملعب قال له بزيرة يمسح لك الجزمه عادي. الكلام مش بفلوس. زي ما كان زيزو بالونه، ودلوقتي بقى ايه؟ ايام ما كان فعلا احسن لعيب في مصر، ودلوقتي زي ما انت شايفه بالعافيه بيخلوه احسن لعيب في مصر. زي ما امام عاشور كان ايمان زمان يعني. دي طريقتهم يعني، مش حاجه جديده. هما دلوقتي بيتريقوا من حته هو ده بقى اللي بيبوس الشعار، وهو ده اللي انتوا بتحبوه، هو ده اللي بيعيط لما خد الدوري. هو وهو اللي من حقه يطالب بحقه، هو اللي من حقه في لحظه ما يقف مع الوكيل بتاعه عشان الوكيل بتاعه ياخد حقه. كل ده لا يتعارض مع ان هو فعلا بيحب الزمالك، وان هو راجل بيلعب باخلاص شديد، وان هو كان احد الاسباب الكبرى ان الزمالك خد الدوري، ان هو واخد احسن جناح السنه اللي فاتت في مصر. والكلام ده كله كان ليه تاثير كبير جدا، وخلص ماتشات كبيره جدا لصالح الزمالك. ايه علاقه ان هو يطالب بحقه ان هو لاعب كويس وان هو بيحب الزمالك؟ هو عشان يثبت ان يحب الزمالك يلعب ببلاش؟ مصري محترف اي حاجه، مش هقول لك يعني ده محترف ولازم يعمل كده، لا. هو حتى لو مصري إيه علاقه ده بده؟ بس هم زي ما بقول لك طالع من عينيهم فبيحاولوا يعملوا غلوشه. يعني مثلا لو كان المشكله دي مع شيكو بانزا كان هم اهتموا بالموضوع؟ لا. ليه؟ لان شيكو بانزا لعيب عادي، لكن بزيرة عشان جامد فعلا زي ما بقول لك طالع من نفوخهم فعملوا عليه بوليكا.